السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان طبعا بيجري بسرعة الصاروخ، فمفيش فجأة واحدة لقينا اللي بينزلوا كحك العيد وفجأة لقينا الشوكولاتات اتحطت في الأسواق وحاجة العيد اتحطت. فمهلا رمضان، والله احنا عايزين يا ريت أيامنا كلها رمضان. معلش بعتذر انا نزلت الفيديو ده متأخر شوية. المفروض كنت انزله يعني من اول رمضان، عشان طبعا الناس شبعت عصاير. بس جربوا العصير والله العظيم، ده حلو قوي. يعني ممكن تعملوه في رمضان وغير رمضان كمان، مش شرط رمضان بس. تعالوا اقول لكم بقى عملنا العصير الكوبايه المشبره دي ازاي. يلا سموا الله كده وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه معايا اهو شويه كركديه اسواني. الورقه بتاعته الاسواني بتبقى سودة شويه او بتبقى غامقه شويه اهو. يعني تقولي للعطار عايزه كركديه اسواني، لان في بتبقى ورقه فاتحه وفي بتبقى ورقه الغامقه دي، يعني بتديكي نتيجه افضل. هجيب بقى مطحنه او كبه الموجوده عندك، المهم تطحني الكركديه ده يكون ناعم قوي. انا حطيته هنا في المطحنه طحنته، وحسيت ان يعني بعد ما طحنته حسيت ان لسه خشن شويه، ان المطحنه عندي بعافيه شويه. فطحنته تاني، حطيته تاني في الكب. هو احنا لسه برضو هنجيب مصفى سلك كده وهننخله، عشان انا عايزه النخاله الناعمه بس. يعني الخشنه دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. هنا كان لسه برضو خشن شويه كده، فانا هكمل الكميه وهقول لكم هعمل ايه دلوقتي. هنا بقى حطيته في المصفى اهو. هنخله. انا عايزه النخاله زي ما قلت لكم اللي هي الناعمه خالص، مش الخشنه. يعني بعد ما تنخليه تملي مج كده من اللي انت نخلتيه يكون ناعم. املي مج بالظبط، المج اللي هو بالايد. المهم المج اللي هتعاير بيه هو المج اللي هتعاير بيه بقيه المكونات. هنا دي النخاله الناعمه اهو، نخلتها كويس قوي. والخشن ده هقول لكم في فيديو تاني هنعمل بيه ايه. خدت من النخاله الناعمه دي مج وركنت الخشن ده، انا مش محتاجاه خالص. اهم حاجه يبقى ناعم كده خالص. احط على المج الكركديه الناعم ده مجين من السكر بنفس المج اللي انا عايرت بيه، وهقلبه كده كويس قوي. بعد كده هجيب ربع كوباية من المية ونفس المج برضو اللي انا عايرت بيه، مش ازيد من ربع كوباية. وهبلله كده، هيبقى عامل زي الرمل كده او زي العناب اللي احنا كنا بنجيبه زمان. مادة الحفظ عندي هنا هي نص ليمونة. هعصر نص ليمونة وبرضو هقلب المكونات. عايزة اقول لكم ان نكهة الليمون في العصير ده مدياله طعم روعة بصراحة. خلاص هو عندي بقى زي الرمل اهو. عبيه عندك بقى في برطمان او علبه واحفظيه بقى في الفريزر في التلاجة. عندي بقى هنا كوبايتين حطيت فيهم تلج. على كل كوبايه معلقه كبيره من الخليط اللي احنا عملنا ده. يعني انا حطيت هنا معلقتين كبار مليانين اهو، وحاطه هنا كوبايتين من الميه. هقلب كويس بقى، وبرضو هجيب مصفى سلك تاني قبل ما اصب في الكوبايات، عشان لو في برضو اي شوائب يعني ما تضايقش اللي بيشرب. عصير سهل ومفيهوش اي حاجه. جبت مصفى سلك اهو. هصفي بقى كده العصير قبل ما ينزل في الكوبايه، عشان يبقى الكوبايه رايقه كده وحلو. وطبعا حطوا تلج، ده اساسي طبعا، تبقى الكوبايه كده مشبره وحاجه عظمه قوي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بالله عليكم تضغطوا لايك. وان شاء الله هننزل برضه وصفات كحك، بس يعني لسه شويه مش دلوقتي. وده ان شاء الله هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. عايزه اقول لكم جربوا العصير ده والله العظيم تحفه قوي، وطعمه حلو قوي. يعني كنت عامله معاه عصير مانجا، سابوا العصير المانجا وشربوا ده. وشايفه، وده حطيته هنا في برطمان كان عندي فاضي ونضيف، ما فيهوش اي حاجه، ما ريحتوش اي حاجه. وغطيته وحطاه في باب التلاجة. او وزي ما اقول لكم بقى لما تكوني محتاجه تطلعي تحطي على الكوبايه معلقه وتصفيها بأي مصفى سلك عندك، وتصب العصير بتاعك. شايفين عامل زي العناب كده، طعمه حلو قوي. اتمنى ان انتوا تجربوا الفيديو ان شاء الله. والفيديو لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه لو انت اول مره تشوفوها. وانتظروا ان شاء الله فيديو البسبوسه ان شاء الله، انا لسه بمنتجه وهنزله لكم بعد الفيديو ده على طول. وكل سنه وانتم طيبين، ومهلا رمضان. والله احنا زعلانين قوي على رمضان جرى كده بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.